اوعى ليله الخميس الجاي تعدي منك، اوعى ليله الخميس الجاي، ليله الجمعه الجايه تعدي منك، اللي هي يوم الخميس بالليل. الشمس الخميس تغيب، الشمس الخميس تغيب، شمس الخميس القادم إذا غابت فالزم مصلاك، الزمي بيتك، الزمي نفسك، اكثري من الاستغفار ومن الصلاة على النبي العدنان، وافعلي كل شيء، اقرأي القرآن، اذكري الله، سبحيه، ادعي ربنا باللي انت عايزاه. هذه ليلة اجتمعت فيها صفتان من ليالي تجاب فيها الدعوات وينظر فيها ربنا إلى العباد، ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. ثم اختمي أو اختم أمرك في هذه الليلة بتلك الكلمات التي تكون لك عهد عند الرحمن يدخلك الله به يوم القيامة الجنة. طيب بالنسبة لليلة اللي هي بقى موافقة، حاجة جميلة قوي 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 قوي، ان هي جاية ليلة النص من شعبان وكمان للجمعة. ايه الجمال ده؟ ده احنا عندنا ليلة الجمعة بس بتبقى عيد في الارض وعيد في السماء، ليلة الجمعة دي ليلة مفترجة جدا، فما بالك لما توافق ليلة النص من شعبان؟ يبقى العيد 5 أعياد والفرج من ربنا 5 و10 و20. اسمع كده لما رواه البيهقي والطبراني من سيدنا النبي: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، يعني اطلع يعني نظر إلى خلقه فيغفر للمؤمنين، الله أكبر، ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. يبقى طهر قلبك، نقي نفسك، سيبك من الحقد والغل والكراهية والعداوة والبغضاء والحسد وكره الناس والدعاء على الناس. فرغ قلبك وادعي ربنا في الليلة دي، ادعي ربنا بإقبال على الله سبحانه وتعالى. كل واحد له أمنية لربنا سبحانه وتعالى نفسه يحققها في الليلة دي تتحقق. أي واحد نفسه شيء من ربنا ربنا هيديهوله. طيب اسمع لما رواه ابن ماجه وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، يا الله، إلا لمشرك أو مشاحن. كل الناس داخلة في المغفرة، في حد يضيع ليلة زي دي بالله عليكم؟ قال العلماء بأن هذه الليلة يستجاب فيها الدعاء مثل ليلة القدر، وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. قال الشافعي رضوان الله عليه وارضاه: الدعاء يستجاب في 5 ليالي: ليلة الجمعة وليلة العيدين أو فالعيدين وأول رجب وليلة النصف من شعبان. ركز كده، عندك ايه؟ خلي بالك ركز، انت عندك ايه؟ عندك ليلة الجمعة وليلة النص، يعني انت واخد 2 من ال5 اللي قال عليهم سيدنا الامام الشافعي. متخيل؟ طيب خد مني بقى الهدية الغالية قوي 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 دي، ما تعديش ليلة النصف من شعبان قبل ما تاخد صك من ربنا. في عهود عند ربنا، ايوه اكتب ورايا وركز ورايا، سجلوا بالموبايل الكلام ده من التلفزيون بسرعه يحسن ما ينزلوكوش المقطع ده. الاسود بن يزيد هذا من كبار التابعين بيروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه وارضاه انه قرأ قول الله تعالى: لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. في عهود؟ في عهود. قال ابن مسعود: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ربنا يوم القيامة هينادي: من كان له عندي عهد فليقم، اللي ليه عندي عهد يقوم. وفي رواية عن أبي بكر الصديق أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر الصلاة بعدما يسلم هؤلاء الكلمات كتبهن ملك في رق، يعني في صحيفة، فختم بخاتم، يعني بخاتم الملك، ثم رفعها يوم القيامة، ثم رفعها إلى يوم القيامة، فيقال يوم القيامة: أين أصحاب العهود؟
خد بالك. طب العهد ده هتقول فيه ايه؟ اكتب ورايا. في ليله النصف، تعالى في الثلث الاخير من الليل قبل الفجر بساعه او ساعتين او بثلاثه، والثلث الاخير من الليل بعد الساعه 12 تقريبا، لان الليل عندنا مقسم لثلاث اقسام، من صلاه المغرب لصلاه الفجر تقسمه على ثلاثه يطلع لك النص الاخير بعد الساعه 12 او قبل 12 كمان. صليتوا على الحبيب تقوم قايل اللي هقول لك عليه ده العهد اللي انت هتقابل بيه ربنا يوم القيامه، ده اللي الملك يكتبه الليله دي ويختمه بختمه ويطلعه لربنا. قول بقى زي ما علمنا ابن مسعود كده رضوان الله عليه وارضاه: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا خائفا مستجيرا مستغفرا راغبا إليك، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعله لي عندك عهدا، فاجعله لي عندك عهدا، فاجعله لي عندك عهدا توفنيه وتؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. قال ابن مسعود رضوان الله عليه وأرضاه بعدما قال هذه الكلمات، الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة ويقول لملائكته: إن عبدي هذا قد عهد إلي عهدا. شوف الجمال، إن عبدي هذا قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه. وفوا النهاردة، ادوا حقه، فالبطاقة دي اللي الملك ختمها دي تخرج فيدخله الله الجنة. الله أكبر.